Espera, 1 second. 1 second. Estamos en la entrada del puerto de Misrata. Esta es una furgoneta que explotó ayer a las 10 de la noche debido al impacto de una mina lanzada desde un helicóptero con un paracaídas. Vemos que observan teóricamente hay metralla en los lados de la furgoneta. Sobre todo nos dicen que han localizado ya, contra ayer a las 10 de la noche y hoy han localizado 26 minas en el campo. دراع الغمرة هذا دراع الغمر. عندك فكرة عليه الغمر اللي المظل الشبك هذا لغم هذا لغم مضاد للأفراد مرسل بطائرة. طبعا طريقة الرسالة متاعها تشوف في الباراشوت ينزل، بعدين أبسط حركة حيتم انفجار. هو النزول متاعه طبعا تشوف انت في الغاطس طبعا لأنه هنا نزل على الاسفلت صار فيه انحناء وبعدين تو على جنب. هو مفروض انه هو يغرس في الارض غرس وبعدين يتم تعرض له بالمشاة او بالسيارات. كيف عملية الزرع بتاعك؟ كيف تم؟ عن طريق انزال من السماء. انزال من الطيران. طائرة. احنا سمعنا صوت طائرة من الساعة 9 ليلة امس، ولأن طبعا ليلة البارح خليناه على اساس ان لا نستطيع التعامل معه، شيء غريب. حضرنا الساعة 6 صباحا وتم التعامل مع جميع. حوالي 9 إلى 9:30 من مساء يوم الخميس الموافق 5/5 قامت قوات وكتائب القذافي باستعمال مروحيتين توجد عليهن علامة الهلال أو الصليب الأحمر بإنزال عدد من الألغام المضادة للأفراد ما يقدر حوالي 50 لغم بإنزالها داخل ميناء مصراتة، وهذا أحداهن أمامنا الآن. وقاموا توارنا وأسود مدينة مصراتة بالتعامل مع الطائرات مما أدى إلى هروبها، وكذلك التعامل مع ما قام بإنزاله داخل الميناء والقضاء عليها بالكامل. وبين الأضرار اللي أمس طبعا في أضرار من أمس ولا لا؟ تمثل الأضرار في إصابة إحدى المركبات كان يقودها بعض الثوار وأصيب منهم أكثر من شخص، لكن الحمد لله بالنسبة للأرواح لم يستشهد منهم أحد. وبالنسبة للأضرار المادية تمثلت في عدد من الشاحنات وسيارات من سيارات خاصة بالثوار، والحمد لله والله معنا بإذن الله تعالى. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. مركز إعلامي لثورة 17 فبراير. الله أكبر. هذه أحد الألغام الذي ألقاها القذافي تم تفجيرها. الله أكبر.